طيب عندي نقطتين في هذا السؤال ممكن نجيب عنها. فيه نقطة بشارة وفيه نقطة رأي شخصي تحذير أحذر بها. أما البشارة فهي أنك إذا أصبت بمصيبة وحتى لو تطاول عليها الزمن ثم ذكرتها فحزنت فإنك تؤجر عليها كما أجرت عليها أول مرة. يا شيخ هذا ليس كلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في صحيح مسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن العبد إذا أصيب بمصيبة ثم تذكرها فيما بعد ذلك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أجر عليها كما كان أجر عليها. وهذا فضل الله يا شيخ، هذا فضل رب العالمين. وهذا ما تملكه أنت يا شيخ ولا لا أبو مصلح، أنت ما تملك، يعني يجيك الحزن غصب عليك. لكن التحذير اللي أنا أريد أن أقوله هنا هو استجلاب الحزن. تلقى بعض الناس لما يصاب بمصيبة مثلا مات أبوه أو ولده أو غيره، حط صورته على البروفايل عنده في الجوال، خلفية في الجوال، صورة في البيت، أغراضه إلى آخره. طيب ليش يا أخي؟ ليش؟ شكل من أشكال الوفاء يشعر يا أخي هذا مو بوفاء والله ليس. هو الميت هذا لا يرى أن هذا هو الوفاء. الوفاء لو كان الميت هذا بين أيدينا وسألته بيقول لك والله الصورة حلوة شكلها بس لو كبرتها شوي، لو حطيت خلفيتها كذا، يقول لك كذا يا شيخ. والله ما يقول لك كذا، يقول إن كنت وفي ادعو لي، إن كنت وفي تصدق عني، لا تنسني من الذكر الطيب، قم بسداد ديوني، افعل، اطلب من الناس يسامحوني. هذا الوفاء الحقيقي. أما أني أنا أستجلب الحزن هذا غلط. يعني بعض الناس مثلا تجد إذا نزلت به مصيبة هو يزيد الحزن، هو نفسه يزيد أحزانه. شوف هو نزلت وانتهى الموضوع. لكن يا أخي ليش تستجلب الأحزان؟ لا تغلق على نفسك أبواب من الفرح بحجة أنك حزين. كلنا نحزن يا أخي والحزن بيبقى، لكن في فرق بين واحد يسترسل في أحزانه. الصورة هذه تذكرك دائم تذكرك، تجعلها أحزان في أحزان. ليش يا أخي؟ هل الحزن مطلوب منا شرعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن، لكن الجانب النفسي له أثر على الإنسان وهذا أمر معلوم. شوف لما الإنسان واحد في عمله شغال في وسط الدوام ويضحك مع زملائه وينتج وكذا، جاء اتصال أبوك مات، إيش يصير وضعه؟ عادي؟ لا، على طول خلاص بيتغير كل شيء، يتعطل عن العمل. وهذا الحزن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن. فأنت الحزن إذا نزل خلاص مالك خيار، لكن لا تطول أنت. يعني بعض مو بيدي إلا بأيدينا. نحن ليس بأيدينا نرفع الحزن كامل، لكن بأيدينا نخفف الحزن.